نور النبي معلم القرآن، فالشمس ذات والمنير محمد، والنجم آل البيت في الفرقان. سبحان من خلق الحقيقة أولا، نور النبي معلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه وعترته الطيبين الطاهرين. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة عن ليلة القدر. يمكن ليلة القدر الناس بيهتموا بيها علشان إن هي بيزودوا فيها عباداتهم، لأن العبادة بتكون فيها مقاييسها غير مقاييس الليالي العادية، لأن العبادة فيها خير من 1000 شهر. رمضان عموما مش هو اللي فيه ليلة قدر لوحده. يمكن احنا اتكلمنا عن الشهور المقدسة قبل كده، اللي هي رجب وشعبان ورمضان. رجب شهر الله برضه هتلاقي فيه ليلة قدر، وشعبان اللي هو شهر النبي برضه فيه ليلة قدر، ورمضان اللي هو شهر الأمة ده فيه ليلة قدر. عندنا 3 ليالي قدر. تعالوا شوفوا ليلة القدر الأولانية. ليلة القدر الأولانية ليلة 27 رجب، وهي ليلة الإسراء والمعراج. ما ده شهر الله. ليلة القدر هنا خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من دون الخلائق، دعاه علشان يقابله. فكانت هذه ليلة قدر الله سبحانه وتعالى أعطاها لرسول الله منفردا. الناس يقولوا ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلة 27، أيوة، والليلة دي أصلا ناس يقول لك أصل النبي شافها رؤية، واللي يقول لك لا النبي ما شافش ربنا، واللي التشكيك شغال. ده شغل إبليس طبعا، ما ممكن يكون شغل. التشكيك دايما بيجي من إبليس، كالشك في الصلاة. الشك في ليلة قدر رسول الله، وهي ليلة الإسراء والمعراج، اللي ربنا قالها في صورتين مش في صورة واحدة. قالها في صورة اتكلم عن الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وعبده دي يبقى جسدا وقلبا وروحا وعقلا. ما ممكن تكون رؤية منامية. ناس يقول لك لا الإسراء ده كان رؤية منامية، والحديث قالوا البخاري والسيدة عائشة قالت ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال أن محمدا قد رأى ربه فقد أفرى الفرى على الله. يا سيدنا الحديث ده كيف كانت ليلة السيدة عائشة مالها ومال الإسراء والمعراج أصلا في التاريخ؟ تاريخا الإسراء والمعراج كان من مكة، وحضرة النبي اتجوز السيدة عائشة في المدينة. يبقى السيدة عائشة كانت مع النبي في مكة بتسوي شنو؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وعملتوه حديث كيف؟ وحطوه في الكتب كيف؟ ازاي السيدة عائشة تقول كانت ليلة، والسيدة عائشة ما عندهاش علاقة بالإسراء والمعراج على الإطلاق؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز السيدة عائشة في المدينة بعد كم سنة من الهجرة، والإسراء والمعراج قبل سنة من الهجرة. في 3 4 5 سنين فرق ما بين الإسراء والمعراج وزواج النبي بالسيدة عائشة. يبقى السيدة عائشة النبي كلمها عن الإسراء والمعراج ده 200. وبعدين واحد تاني يقول لك لا رؤية منامية. رؤية منامية ازاي؟ جابوا له البراق لما الإسراء والمعراج رؤية منامية، جابوا له براق يسوي به شنو؟ عشان يشوف به الرؤية المنامية. إلا يركب البراق عشان يشوف الرؤية؟ طب احنا بنشوف رؤية من غير براق. لماذا أتى البراق؟ عشان يحصل الإسراء والمعراج. ليه الناس بتحاول تشكك في حاجات واضحة وتدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السيدة عائشة ما لم تقل؟ إذا كان إثبات رؤية النبي ربنا سبحانه وتعالى الأحاديث كثيرة. سيدنا عبد الله بن عباس لما سألوه بيقولوا له يعني إيه ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قال لهم يعني إيه؟ أتريدون أن أقول أن محمدا رأى ربه؟ نعم قد رآه.
ثم قد رآه ثم قد رآه ثم قد رآه إلى أن ينقطع النفس. في حديث صحيح مسلم أخت السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة أسماء قالت له: يا رسول الله، في ليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك؟ قال: نورا أنا أراه، وقال نورانيا أراه. وربنا قال في القرآن: ما زاغ البصر وما طغى وما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. كل الكلام ده في ربنا مش في جبريل. اللي يقول لك أصله شاف جبريل، ما شاف جبريل من كام سنة فاتوا الإسراء والمعراج، بعد 12 سنة ولا 13 سنة من بداية الدعوة. شاف جبريل 500 مرة قبل كده، ونزل عليه جبريل بالقرآن. يقول لك لا، رآه على صورته الحقيقية. يعني ايه رآه على صورته الحقيقية؟ ملك جناحيه وله 600 جناح. ما هذا الذي رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه في غار حراء؟ شافوا ملكا. وعشان كده سيدنا النبي رجع يقول: زملوني زملوني دسروني دسروني. وبعدين عايز انت تكبر قدر سيدنا جبريل على سيدنا رسول الله. سيدنا جبريل بعد سدرة المنتهى وقف عند سدرة المنتهى. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: يا جبريل، أهنا يترك الخليل خليله؟ قال له: لا، أنا حد هنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بالمعراج. لم يثبت أن جبريل صعد بالمعراج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه في إسرائه وكان يسحب له البراق. إزاي يكون أكبر منه ويسحب له البراق؟ سيدنا النبي يركب على البراق وجبريل يسحب وميكائيل يسوق. وكمان عايز تقنعني أن جبريل أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ هذا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد في الإسراء، هذه ليلة قدر رسول الله في شهر رجب شهر الله. نيجي لشهر شعبان فيه ليلة قدر، برضو الناس عايزين يكذبوا ليالي القدر، بالرغم من ان ليلة النصف من شعبان فيها اكتر من 138 حديث. يقول لك لا، مش ثابتة. مش ثابتة ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم على ليلة النصف من شعبان ويقول فيها يفرق كل أمر حكيم، كمان عايز تكذب الأمر الحكيم وفرق الأمر الحكيم؟ إذن في هذه الليلة في شهر النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين يكون شعبان، يكون الشعب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سرى فيه يتغطى برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يدخله لا يدخله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا الفرق في ليلة الفرق، ولذلك فرقت هذا الشعب وفرقت هذا الشعب، فكانت في نصف شعبان ليلة 15. ثم نأتي على رمضان، ليلة رمضان ليلة القدر. طبعا ليلة قدر طبعا عشان حضرة النبي الناس تجتهد فيها، قال التمسوها في العشر الأواخر. العشر الأواخر عشان الأمة البليدة الما مجتهدة تقوم تجتهد في العشر الأواخر، ما يجيش في ليلة واحدة بس ويجتهد وخلصين. ولكن أصحاب القدر في هذه الليلة يعلمون أنها زي الإسراء والمعراج ليلة 27. والدليل على ذلك لما سئل سيدنا عبد الله بن عباس: يا ابن عباس، ليلة القدر دي 200، قال لهم ليلة 27. قالوا له: دليلك ايه؟ قال لهم: والله ربنا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبعدين يرجع تاني يقول: وما أدراك ما ليلة القدر. ثالث: ليلة القدر خير من 1000 الشهر. يعني ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر، كلمة كررها 3 مرات في السورة، 3 مرات. ليلة القدر الليلة القدر 7 أحرف، 7 أحرف ربنا كررها 3 مرات. ليلة القدر 9، 3 في 9 ب27. ليلة القدر 9 حروف في 3 مرات، 3 في 9 ب27. قال تلتمس في ليلة 9 في ليلة 27 من شهر رمضان. ولعامة الناس دي ليلة القدر الثابتة، إن عامة الناس عشان تزداد يتزودوا في العبادة، لأن العبادة في رمضان النافلة تعادل فريضة، والفريضة تعادل 70 فريضة في غير رمضان. الاجتهاد في ليلة القدر لما تجتهد انت في العشر الأواخر، ده الاجتهاد للناس اللي عايزين يلحقوا. إنما الناس اللي لحقوا المؤمنين والمحسنين بيلتمسوها لأنهم شايفينها.
ما محتاجين ان هو يخمن عشان يشوفها، انما الكلام بتاع التمسوها للي لسه بيفتش ليلة القدر دي فين، عشان ربنا ما ادالوش البصيرة، ومش هو. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. من يرى بنور الله زي سيدنا عبد الله بن عباس اكتشفها من تعداد القرآن، وهي من معجزات الأعداد عند سيدنا عبد الله بن عباس حينما يتحدث عن كتاب الله. والكلام في هذا موضوع طويل، إن شاء الله نحاول نفرد له مقام آخر في الكلام عنه. إذن أنا ليلة القدر الأولى الإسراء والمعراج، الثانية ليلة النصف من شعبان، دي خاصة بربنا اختصها برسول الله. الثانية دي اختصها بالمؤمنين الذين يحبون رسول الله. الثالثة دي كانت لكل الأمة ويلتمسون فيها الرحمات والبركات والعبادات التي تتنزل على الخلق في هذه الليلة، فتصلح لهم عباداتهم. تصلي ركعة بألف ركعة، تصلي ركعة بألف ركعة، تصوم يوما بألف يوم، تكون تسبح تسبيحة واحدة بألف تسبيحة. مش كده بس، ويضاعف الله لمن يشاء. إذن الإسراء والمعراج ليلة قدر، وليلة النصف من شعبان ليلة قدر، وليلة رمضان في ليلة القدر هي ليلة قدر رمضان. اختص ليلة رمضان بالتشريف والتعظيم لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء في ليلة القدر دي، ليلة 27 نزل عليه جبريل بالقرآن. مش بداية الوحي، لا، لما بيقول إنا أنزلناه ما قالش إنا بدأنا نزوله. ما تقوليش سورة اقرأ نزلت في ليلة القدر، لا، القرآن نزل جملة واحدة كاملة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كاملا نزل هذا النور في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ده اسمه القرآن. إنما اللي جابه جبريل من البيت المعمور لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الفرقان، اللي هو القرآن اللي ربنا فرقه ليقرأه على الناس على مكس، اللي هو جه بأسباب النزول، ده الفرقان، قرآنا فرقناه. يبقى النور الأصلي للقرآن تنزل في ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، في شهر ذي قدر، على نبي ذي قدر، نزلت سورة القدر في ليلة القدر. ده المقصود بتنزل القرآن كاملا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي كاملا ازاي؟ امال جبريل؟ اقول لك جبريل كان جاي بالفرقان، يجيب الآيات. دليلك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ما تقولوش قبل ما يجيلك، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى، قبل ما يجيلك جبريل ما تقولش. ليه؟ عشان لو قالوا الناس هيقولوا النبي ده يعني بيقول كلام من راسه ساكت. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجل بالقرآن. إنما اللي يقول لك ولا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به لكي يحفظه، ده موطن آخر اللي كان بيحاول فيه الترديد. إنما ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. هذا القرآن كي يصير فرقانا، أن يتنزل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه، لا بد أن يذهب جبريل إلى البيت المعمور، يسمع صلصلة الجرس، يفتح له الباب، يأخذ ما أمر به من تلقين، ينزل بهذا التلقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأه عليه. لأن سيدنا جبريل هل مرة كان الوحي ده، ما أنت ما عارف الوحي كان بيجي إزاي. الحديث الشهير عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر وغيره من الصحابة في أكثر من موطن، قالوا له يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم تارة يأتيني على هيئة صلصلة جرس، مرة
مرة تانية يقول على هيئة طنين نحل إذا انفصم عني وعيته. الله، يبقى جاي إشارات مورس. وتارة يأتيني على هيئة رجل يكلمني به كلاما. أهو ده الوحي اللي بيجي حضرة النبي، مرة يجي مفصل ومرة يجي لأنه مش إذا جه على هيئة صلصلة جرس أو طنين نحل، الدليل على إنه مش كلام دغري عديل، أن الوحي كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واضع رأسه على فخذ أحد الصحابة، فيثقل هذا الفخذ على الصحابي من ثقل الوحي، ولكن الصحابي اللي حضرة النبي نايم وحاطط رأسه الشريفة على فخذ هذا الصحابي لا يسمع هذا الوحي. يبقى الدليل، يبقى جبريل ما بيجيش يقول له بسم الله الرحمن الرحيم. الناس مفكرين ان جبريل بيجي يقول له ايه، قل هو الله احد، يوم النبي يقول وراه قل هو الله أحد. يا اخويا مش كده. ده لما جه سيدنا النبي بيقول على هيئة صلصلة جرس أو طنين نحل إذا انفصم عني وعيته. والصحابي ذاته اللي النبي صلى الله عليه وسلم نايم على فخذه لا يسمع هذا الوحي إلا أن ينفصم عن رسول الله ويقول أتاني جبريل فقال كذا وكذا وكذا وكذا. هذه ليلة القدر، اللهم متعنا بها واجعلنا من أصحابها بجاه حبيبك صاحب القدر في ليلة القدر في شهر القدر. اللهم آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان من خلق الحقيقة أولا، نور النبي معلم القرآن، فالشمس ذات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله